السلام عليكم. خليني أسألك سؤال واحد بس. أنت عمرك وقفت قدام كلمة برمجة وحسيت إنها كبيرة عليك؟ لو يبقى أنت في المكان الصح. قبل ما نكتب أي كود وقبل ما نفتح أي برنامج لازم نفهم حاجة واحدة بس. يعني إيه برمجة أصلا؟ البرمجة ببساطة هي إنك بتدي الكمبيوتر أوامر بلغة هو يفهمها عشان يعمل حاجة أنت عايزها. الكمبيوتر ما بيفكرش، هو بينفذ. ولو الأمر مش واضح النتيجة هتطلع غلط. طيب إحنا ليه بنتعلم برمجة؟ علشان نعمل مواقع ونعمل تطبيقات نحل مشاكل ونبني أنظمة الناس بتستخدمها كل يوم. أي حاجة رقمية حواليك من أبسط موقع لأكبر منصة وراها برمجة. نيجي بقى للسؤال المهم، يعني إيه ويب؟ الويب هو مجموعة مواقع موجودة على أجهزة اسمها سيرفرز، وأنت بتوصل لها من جهازك عن طريق المتصفح. يعني الموقع مش عندك، الموقع على السيرفر وأنت بتشوفه أونلاين. أي موقع ويب بيتكون من 3 أجزاء أساسية: الواجهة اللي انت شايفها ودي اسمها فرونت اند، العقل اللي بيقرر بيحصل ايه وده اسمه الباك اند، البيانات زي الحسابات والمعلومات ودي اسمها الداتابيز. في السلسلة دي احنا مش هناخد جزء ونسيب التاني، احنا هنفهم ليه كل جزء مهم وازاي كلهم شغالين مع بعض ومن غير تعقيد. في الحلقة الجاية هنفهم الكمبيوتر بيفهم ايه وليه في لغات برمجة كتير. لو لسه مكمل معايا يبقى انت بدأت صح. اشترك في القناة ونكمل خطوة خطوة.